السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي لكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو يعجبكم بإذن الله. هنعمل النهاردة طعمية في الكبة الجديدة بتاعتنا اللي هي الكبة السكاني دي. بصوا والله العظيم من الحاجات اللي خلتني جبت الكبة دي الطعمية وكفتة الرز. فان شاء رب العالمين كل حاجة نيجي نعملها ونجربها في الكبة الجديدة دي هعملها معاكم فيديو بعملي بإذن الله، عشان لو حد ناوي يجيبها وملقلق كده ومش وخايف، لا بإذن الله هاتيها ومش هتندمي أبدا. النهارده قلت بقى نعمل معانا كيلو فول كده، نعمل الطعمية بتاعتنا الجميلة دي. انا معايا هنا كيلو فول، حطيت عليه بصلتين زي ما انتم شايفين كده، وحوالي 5 6 فصوص توم. وضربت كل الحاجات دي مع بعض بالخضرة بكل حاجة. بتمنى منكم يا بنات ما تنساش ام وابويا من الدعاء ان ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. وطبعا ما ننساش اخواتنا في غزة وفلسطين وفي كل الدول العربية، ربنا ينصرهم بإذن الله وربنا يثبت أقدامهم ويرحم موتاهم وينصرهم يا رب يا رب ويثبتهم بإذن الله. بصوا انا بحط على اي نوع خضره انت عايزه تضيفيه على الطعميه دي بترجع لك. احنا الغرض النهارده من الفيديو مش ان احنا نقول ايه الطعميه بتحط عليها ايه، بس برضو نقول. بس انا كنت حبيت اجرب بس الطعميه معاكم كده، نعملها فيديو مع بعض كده باذن الله ونشوف الكبه هتفرمها معانا ازاي ان شاء رب العالمين، وتشوفوا النتيجه باذن الله، وان شاء الله النتيجه تعجبكم وهتكون مرضيه باذن الله. انا حطيت عليها هنا اللي هو الكرات الصغير الرفيع ده. انت بقى عايزه تضيفي تعملي كزبره وبقدونس والشبت والحاجات دي بترجع لك. بس انا بصراحه بما ان كان عندي الكرات قلت لا نعمل بالكرات. الكرات بجد يا بنات بتديلها طعم وريحه روعه الروعه. انا هنا ما كنتش حطيت الكيلو الفول كله. حسيت ان الكبه هتبقى مليانه قوي، وفي نفس الوقت مش عايزه اتقل عليها برضو بالرغم ان هي هتعمل لي الكيلو مره واحده. بس انا من النوع اللي بحافظ على الحاجه شويه. فشلت شويه الفول دول، يعني ما هو حاجه برضو يعني زياده عن الربع، حاجات بسيطه او يمكن ربع كيلو. وبعدين ضيفت كل المواد وكل الحاجات اللي معانا كده في قلب الكبه. وبصهم هي فرمه الاول، وبعدين لما حطيت الشويه التانيين ضربتها ضربه واحده كده. بجد النتيجه بتاعتها كانت روعه الروعه، بجد كانت عجباني قوي قوي النتيجه. حلوة وسريعة وسهلة ومش معقدة أبدا أبدا. وكمان سهلة في التنظيف، سهلة في كل حاجة. بجد اللي لسه ما جابتش الكبة دي وناوية تجيب كبة بإذن الله، هات الكبة دي هتعجبك وهتبقي يعني راضية بإذن الله إن شاء رب العالمين. هنا عملنا الطعمية بالشكل ده كده. أنا حبيت بس أنزلها كده من الكبة عشان تشوفوها معايا إن شاء الله. عامله العجينه حلوه قوي، وفي ايدك انت بقى تتحكمي فيها، يا اما عايزاها خشنه شويه. انا بصراحه من الناس اللي بحب الطعميه ما تبقاش ناعمه قوي. هي يمكن انا نعمتها هنا، بس ده يعني بترجع لايدك انت. والخضره بتاعتي كانت زياده شويه. انت برضو عايزه تقللي الخضره، عايزه تزودي الخضره بترجع لك. بس بصراحه الخضره لما تكون اللهم صل عليك يا نبي مش كتيره قوي ما تغمقلكيش الطعميه. بس هي كانت حلوه نوعا ما الحمد لله. بجد بجد الطعميه كانت روعه الروعه، والريحه والطعم ما اقولكوش. انا هنا يا بنات لما بعمل طعميه مش بضيف البهارات على الطعميه على الكميه كلها، لا الحبه اللي انا هاخدهم بضيف عليهم بتاع اللي هي التتبيل الخلطة الفلفل والكمون والكزبرة والحاجات دي. انا بحط عليها كزبرة مطحونة وكزبرة ناشفة، حب كده حصى، بتبقى حلوة جدا جدا، وكمون وفلفل اسود وملح وشوية بصوا حاجات بسيطة جدا جدا من البيكنج باودر. بحب اضيف لها البيكنج باودر، بيخليها هشة كده من جوه ومفرغة ومش مكتومة، وبتستوي معاك ما تقلقيش. بتبقى بصم حلوة جدا جدا. كل حاجة بتعمليها في البيت بصي ما بحبش اقارنها باللي بره ابدا، لان دي حاجتك انت عاملاها بايدك انت، والزيت نضيف مش مقلي فيه 500 مره. لا الحمد لله حاجتنا في بيتنا ونعملها ومش بتاخد مننا وقت. الحله دي كان فيها فول برضه، والله انا كنت مصوره اللقطه بس مش عارفه يعني اتحذفت ازاي. كنت بوريكم الفول كان ما شاء الله زي الذهب. انا في الفول والطعميه بنحب نعملهم في البيت، ما بنحبش ناكلهم الا من البيت والله العظيم. بتبقى حاجه نظيفه وحاجه حلوه ومطمنه وانت بتاكليها. اي حاجه يعني تقدري تعمليها في البيت اعمليها وما تتردديش. شوف الطعميه وجمالها، بطلعها كده على مناديل علشان لو فيها زيت زياده زياده وكده تصفيها.
اخده لون حلو جدا، والطعم كان احلى واحلى بجد. بجد انا بشكر الكبه دي وبشكر اللي عملها. حلوه قوي وسهله وسريعه وسعرها حلو. يعني انا شايفه ان سعرها مش غالي مقارنه بالكبات التانية. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم ويكون استفدتوا منه ولو جزء بسيط باذن الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، واشوفكم على خير بفيديو جديد. مع الف سلامه وفي رعايه الله. كل سنه وانتم طيبين.